السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نعمل النهاردة فيديو عن فتاة المعادي. قد ايه القيم اتعدمت عند الناس، قد ايه ما بقاش فيه اخلاق، الاخلاق انتهت، قد ايه بقى الشاب يعني مش محترم. فين التربية؟ فين تربية زمان؟ فين؟ مش عارفة. يعني دي يا عيني واحدة ماشية مسالمة، جاية الساعة 5 المغرب وبتشتغل في بنك، لسه متخرجة جديدة. يعني ليه يعكسوها ويتحرشوا بيها في الشارع؟ ليه يعني ليه؟ ويشدوا منها الشنطة ليه يعني ليه؟ أنا مش عارفة. هو فين الأخلاق؟ لا، هو لازم يبقى في تربية زيادة بقى يعني، ولازم يبقى في قانون رادع، لازم يبقى في قانون رادع. ما ينفعش كده. من أمن العقاب أساء الأدب. طول ما هم قاعدين وما بيتحاسبوش وعادي والكلام ده، ما يعني ليه يعني لما واحدة يعني مش فاهمة يشدوا منها الشنطة والأول يتحرشوا بيها لفظي ويشدوا منها الشنطة، ويا عيني ما يعني تفضل متمسكة بشنطتها وينزل تقع تحت العربية اللي هم كانوا سايقينها ويدوسوا على دماغها. ليه يعني؟ والدها دكتور ومامتها مدرسة. أنا مش فاهمة يعني ليه؟ عشان ايه يعني؟ فين التربية يا جماعة؟ عشان خاطري ليه كده؟ ليه ما نرجعش التربية بتاعت زمان؟ ليه؟ في ايه الشباب دي؟ في ايه؟ ما تقوليش مخدرات، ده سوء تربية، ده قلة أدب، ده شباب مش محترمة. الشاب اللي يبص لواحدة ماشية في الشارع يبقى مش محترم. اتقوا الله. ويا ريت بقى القوانين تتعدل، يا ريت الدنيا يعني يبقى في عقاب كده رادع، الناس تشوفه تخاف، يقولك انا لو عملت كده يحصل لي كده. لازم يبقى في عقاب رادع. يا دولة، يا حكومة، يا ريت القانون يتعدل، يا ريت يبقى في حكم رادع، يبقى في حاجة تبان قدام الناس، عشان يعني هو الناس لو ما شافتش بعينيها هتعمل برضك، لا، لازم يشوفوا بعينيها. ويا ريت كل راجل يتقي الله في نفسه، يتقي الله في ولاد الناس. بلاش كل واحد يعاكس واحده، وبلاش كل واحد يكلم واحده على الفيسبوك والتواصل الاجتماعي والماسنجر وعلى الواتساب والكلام ده. يا ريت احترموا يعني مش عارف، مش راضيه تطلع من بقي. يا ريت الناس ترجع لقيم زمان واخلاق زمان. ايه ده؟ ايه في ايه؟ والحمد لله الأجهزة الأمنية مسكت الاتنين اللي هم عملوا الموضوع دوت، وهياخدوا جزاءهم. بس يا ريت تكون الحاجة يعني يبان الجزاء قدام الناس وتبقى علني، الناس تتفرج كده بعينها، عشان يقولك لا بص لو حصل لك هيحصل كده. يا ريت يعملوا حاجة تبقى من الدولة، اللي هو اتحرش بواحدة أو حصل كده يبقى موجود عنده في البطاقة بتاعته. أنا مش عارفة هتتعمل إزاي، في حاجة يبقى معروف، حتى اللي هيعمل كده ما يعملش يقولك إيه، ما بقاش شبهة، ما يشتغلش في شغلانات معينة، يتمنع من شغلانات معينة كده. يعني لو في حاجات في الدولة اتعملت كده بجد والله هتبقى حاجة كويسة، هتخلي أي راجل يحترم نفسه ويخاف يعمل كده عشان مستقبله ما يضيعش. يعني مش عشان الحبس بس، لا، حتى لما يطلع يبقى في البطاقة بتاعته. مش عارفة تتعمل ازاي، بس تبقى حاجة تخلي المتحرش ما يعملش كده، يخاف يعمل لحسن مستقبله هيضيع، مش هيبقى ليه اي حاجة، ويبقى شغلانات معينة يتمنع منها. يا ريت انا انفعلت شوية بس غصب عني. حرام لما كل شوية اللي يغتصبها، اللي يتحرش بيها ويموتها، اللي ايه ده؟ ايه اطفال وكبار وصغيرين ما سابوش حتى اللي هي الطفلة بتاعت البامبرز دي. يعني ايه ده؟ لا اله الا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.